صلوا على النبي حبايب قلبي، وتعالوا بقى اقول لكم على تتبيلة البانيه المظبوطة 100%، حاجة كده من الاخر. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي قبل اي حاجة، وتستغفروا ربنا، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير. بحبكم في الله. نبدأ بسم الله. طبعا انا اللي مش عارفني، انا ام عمر، بعمل اكل بيتي سواء مستوي او جاهز على التسوية. كل التفريزات بقى لحوم، فراخ، خضار، فاكهة، كل حاجة. انا هنا بقى هبدأ التتبيلة بتاعتي. معايا بصل مفروم، وهاخد المية بتاعته. بصل مفروم هاخد المية بتاعته. وده حليب او رايب على حسب ايه اللي موجود عندكم حطوه. ده حليب او لبن. احط بقى عليه مية البصل، وبعد كده التوابل بتاعتي زي ما انتم شايفين. كل واحد بيحب توابل يحطها، بس انا عندي التوابل بتاعتي هنا عبارة عن حبهان مطحون ورشة قرفة، وكمان حبايبي فلفل وملح ومعلقة مرقة فورية لو متوفر او عاوزين تحطوها، معلقة كاري، معلقة كركم، بصل بودر وتوم بودر. وكمان ايه اللي عندي الزيادة اللي انا بحطه هنا في الخلطة نفسها؟ الفيجيتار. بحط حوالي كوباية فيجيتار أو نص كوباية فيجيتار كده، وكمان معايا نص كوباية دقيق. باخد كل الكمية اللي انتوا شايفينها دي وبنزلها على الحليب ومية البصل، وبعد كده اقلبهم كويس جدا، وعصرة ليمونة عشان ما كانش عندي خل. لو الخل احط معلقة خل، مفيش بحط عصرة ليمونة عشان آه يعني بمعنى أصح بتتفاعل مع رشة البودر اللي أنا هحطها. بحط كل ده في التتبيلة. في التتبيلة رشة بودر دي بتحاول تخلي الأنسجة بتاعت البانيه تدوب وبيستوي بسرعة، ما بيغيبش في التسوية. ما كانش عندي بابريكا وبعدت جبت، فحطيت كمان على الخلطة نص معلقة بابريكا وكمان معلقتين نشا. اقلب كل الخلطة بتاعتي دي، وبعد كده اعملها زي عجينة سايلة. انزل بعد كده فيها الستريبس او البانيه. البانيه زي ما انتوا شايفين، والقطع عشان محملة كده. المطلوب قطع محملة مش خفيفة قوي، فعشان قطع محملة عشان اضمن تسويتها حلو بعمل ايه، وكمان تشرب من التتبيلة. بشرحها بالسكينة من غير ما اقطعها للاخر. بعمل فيها فتحات بسيطة كده، يعني يدوبك شرايح شرايح كده. وبعد كده بنزلها بقى في التتبيلة واسيبها تبات ليلة كاملة. انا بحب اسيب البانيه بتاعي يشرب من التتبيلة ليلة كاملة. بعد كده بقى بجيب الكفر بتاعي اللي هو عبارة عن نفس التوابل اللي انا حطيتها في الخلطة ونفس كل حاجة. دقيق، فيجيتار، التوابل بتاعتي اللي انا حطيتها، وكمان بحط نشا وبودر. وبقلب كله مع بعضه كويس جدا، وراعي ان ما ازودش ملح عشان الحاجات اللي انا حطاها بتبقى عليها ايه يعني بعض الملح كده، سواء المرقة الفورية او الفيجيتار او البصل البودر والثوم البودر. الحاجات دي بيبقى عليها بعض ملح يعني مش كتير، يا رشة ملح كده. فباخد في الاعتبار إيه الملح اللي موجود فيهم، فما بزودش الملح قوي. بعد كده باخد البانيه بتاعي وببنيه بقى، بديله الكفر بتاعه بسم الله ما شاء الله، ولا بيفك ولا اي حاجة. اهم حاجة رشة بودر في التتبيلة السايلة اللي هيبات فيها طول الليل او ساعتين تلاتة على حسب. وكمان بحط برضو رشة بودر في الخلطة بتاعة الكفر، اللي هي الدقيق والنشا والفيجيتار والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. احلى خلطة، احلى تتبيلة للبانيه، سهلة جدا وسريعة وما بتاخدش معانا حاجة. ببيت البانيه ليلة في التلاجة، وبعد كده حبايبي باخده بقى كده. اعمل كل قطعة واحط يعني طبقة من الاكياس. ما تحطوش ورق زبدة عشان بيبوش، لكن الأكياس حلوة جدا سواء للبرجر أو للبانيه أو للكفتة، أي حاجة بتبقى جميلة وحلوة. ما بتبوشي وكمان ما بتتفرفتش كده على الحاجة وانت بتطلعيها. بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفين على حسب القطع سواء كبيرة أو صغيرة.
بحط طبقة من الأكياس بين كل طبقة والتانية، وبعد كده بدخلهم الفريزر هيتفرزوا معايا عشان تاني يوم أعرف أنقلهم. أو بوزع الأوردرات بتاعتي تاني يوم بعد ما بجمد الحاجة، سواء كفتة برجر ستريبس بانيه، عشان أعرف أنقلها. فلازم أكون مخلصاها من قبلها من بالليل، وتاني يوم تبقى متفرزة أعرف أنقلها أحطها فوق بعضها. دي الخلطة بتاعتي الجميلة الرقيقة اللذيذة. وبعد كده خلطة الكفر، التغطية يعني بتاعت البانيه. أهم حاجة وانتوا بتعملوا البانيه اضغطوا عليه كويس جدا، بططوا عليه كده عشان الطبقة تمسك فيها. وكمان البانيه وهو بيتبل ما بيتحطش عليه زيت يا حبايبي، ما بيتحطش عليه زيت. لو حطيته زيت الطبقة هتفصل، فاحنا مش بنحط عليه زيت في التتبيل. صلوا على النبي. ما تنسوش بقى اللايك والشير. لو عايزين طريقة اي حاجة من الشغل اللي انا بطلعه انا تحت امركم. عرفوني، اكتبولي في التعليقات وان شاء الله انزل لكم الطريقة. تنسوش بقى اللايك والشير، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل الوصفات والفيديوهات بتاعتي. اغلف بقى البانيه بتاعي واحطه في الفريزر، وتاني يوم بطلعه. لو حد فيكم عايز يعرف طريقة اي حاجة يكتب لي في الكومنتات، وان شاء الله انا انزل لكم الطريقة. لو حد حابب يعمل شغل يا ريت ما يتأخرش ويبدأ. استعينوا بالله وإن شاء الله ربنا كريم، وربنا يعيننا ويقوينا ويحسن ما بين إيدينا جميعا. صلوا على النبي، وما تنسوش تدعوا لي معكم دعوة حلوة. أشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.